السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم سارة. لاول مرة بتشرفيني او بتشوفيني في القناة، يا ريت تشرفيني بالاشتراك مع تفعيل الجرس ولايك للفيديو عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله باذن ربنا. هنبدأ كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وسلم. النهارده ان شاء الله باذن ربنا هقول لكم معلومه مهمه جدا جدا جدا. بس قبل ما ابدا كده عايزاكم ما تنسونيش في اللايك الحلو من ايدكم الحلوه يا احلى واغلى اخوات. اللايك بيرفع الفيديو، بيوصل لاكبر عدد من الناس. كمان هو اللايك مهم جدا جدا عشان دعمك للقناه. النهارده انا هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا. هتكلم معاكم في سبب نزول دم اسود خفيف في اول يوم في الدورة، وليه بينزل الدم الاسود ده وايه سببه، وليه بينزل الدم ضعيف. هل كده دي فيه مشكلة؟ هل ده بيسبب تأخر الحمل؟ هل ده بيسبب مشاكل معاكي في تأخر الحمل، او ممكن ده يكون سبب تأخر الحمل عندك؟ كل ده هقوله لك في الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو ده مهم جدا 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 عشان الحاجة دي بتحصل مع ناس كتير، ودايما اول يوم الدورة بينزل عليهم الدم ضعيف، او بينزل لونه اسود، او بينزل زي الخيوط كده، او بينزل مش كامل، وبيكونوا عايزين يعرفوا ايه سبب الحاجة دي. مبدئيا كده في بداية الكلام، الدورة اما بتجيلك قبل ميعادها ب3 ايام او 4 ايام دي حاجة حلوة جدا. يعني دايما الدورة اما تيجي قبل ميعادها ب3 ايام ب4 ايام دي بتكون حاجة كويسة جدا. طيب ليه؟ لان الدورة لو قدمت عن ميعادها، دي بتكون بشرة خير، بشرة خير ليكي. معنى كده ان الحمل هيحصل قريب. كل ما تقدم يومين او 3 ايام او 4 ايام اعرف ان انت هتحملي قريب. تمام. فبشرة خير ان الدورة تقدم عن ميعادها او ان هي تيجي قبل ميعادها، دي بتكون بشرة خير ليكي ان شاء الله. تمام. طيب لو هي بقى اما بتيجي اول يوم بتحس بمغص، بتحس بتقلصات، بتحس بألم، ولكن الدورة بتنزل ضعيفة، وغير تاني يوم او تالت يوم او رابع يوم بتنزل كاملة. تمام. فانتي لو جيتي مثلا لقيتي ان الدورة عندك بتنزل ضعيفة او بتنزل نقط بسيطة، عايزة مثلا تعرفي ايه سبب ان هي بتنزل ضعيفة او بتنزل بسيطة، او دي ممكن تكون سبب في تأخر الحمل عندك. اولا ده امر طبيعي جدا جدا جدا. في بداية الموضوع ان الدورة دي ما بتنزل هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن انسلاخ لبطانة الرحم. فبطانة الرحم ما بتنسلخ بتنزل على هيئة دم. فطبيعي ان ممكن الموضوع ده يكون في بدايته لسه البطانة دي انسلاخ خفيف، يعني هي البطانة انسلخت ولكن لسه في البداية. تمام. او ممكن يكون الرحم نفسه لسه منكمش، مفيش عملية الانسلاخ الرحم، بطانة الرحم والكلام من ده لسه ما حصلش بشكل كامل. فيبدأ معاكي ان الرحم عندك يبدأ ان هو يكون يعني لسه منزلش عليكي الدم الدورة، حاسة ان في مشكلة، ان في حاجة. تمام. اولا الموضوع بسيط جدا، الموضوع ما هو الا ان انتي ممكن تكوني واخدة برد في الرحم. تمام. برد او هواء في الرحم. طب ده علاجه ايه؟ مشروبات دافية طول الدورة. تشربي القرفة، بس القرفة ما تكترش منها لانها بتزود الدم. تشربي القرفة الحلبة المرمية، البردقوش، اكليل الجبل، المشروبات الدافية، الشاي الاخضر. تمام. افضل مشروبات اللي انا قلتلك عليها البردقوش، المرمية، الحلبة، القرفة. تمام. دول لو خدتيهم ايام الدورة مهمين جدا. حبيت اسبرين واحدة بس هتعمل سيولة في الدم، بدل ما يبقى فيه تخثر في الدم في الرحم، ينزل دم الدورة طبيعي جدا وما فيهوش اي مشكلة. كمان هتسكلك الالم، لان طول ما الدم لسه في الرحم وبينزل نقط وكلام من ده بيبقى فيه تقلصات، بيبقى فيه مغص. فانت عايزة تحركي الرحم، عايزة تشغلي الرحم، فتبدأي تشربي مشروبات سخنة او مشروبات دافية عشان
تشغلي الرحم، فبالتالي ينزل عليكي الدم طبيعي جدا. تمام، لو جربتي تعملي كده هتلاقي ان فعلا الدم نزل طبيعي من اول يوم، هتلاقي ان هو نزل طبيعي جدا ومفيهوش اي مشكلة نهائي. طيب ممكن يكون عندك لخبطة في هرمون البروجسترون او هرمون الاستروجين. لو عندك لخبطة في هرمون البروجسترون او الاستروجين او لخبطة في الهرمونات او دورة بتأخر او كلام من ده، فطبيعي ان ده يكون بيحصل لك. لازم تشوفي هرمون البروجسترون اللي هو الهرمون المسؤول عن تثبيت البويضة الملقحة في جدار الرحم عالي او واطي او مظبوط. لو مظبوط خلاص يبقى ما عندكيش مشكلة، لو عالي او واطي ممكن يكون هو ده سبب في تأخر الحمل معاكي. في حاجة تانية حابة ان انا برضو اقولها، ان في ناس كتير بيحصل معاها كده وبتفكر ان هو ده سبب رئيسي في تأخر الحمل. اولا ده ملوش اي علاقة بتأخر الحمل نهائي، ملوش اي علاقة في تأخر الحمل نهائي. انت لو عندك تأخر في الحمل، كون ان يكون عندك ألم في اسفل البطن او عندك تقلصات، اعرف ان انت طبيعية. ولكن لو زادت عن حدها او جت في ميعاد مش ميعادها، اعرف ان انت عندك شوية التهابات ولازم تعالجيهم. تمام، فطبيعي جدا 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 ان يحصل لك كده، وده امر عادي جدا، مفيش منه اي مشكله، مفيش منه اي ضرر باذن رب العالمين. كمان حبايبي، حاولوا ان انتوا على قدر استطاعتكم ان انتوا تشربوا حاجات دافيه. حاولوا ان انتوا في ايام الدوره كمان المشروبات الدافيه دي بتساعد على تسخين الرحم، وبتساعد على تنشيط هرمون الاستروجين المسؤول عن التبويض. فبالتالي لو بعد الدورة حصل علاقة، بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله بيحصل حمل. فخلي بالك جدا من النقطة دي، ان انت لو شربتي المشروبات الدافية او خدتيها، ده هيساعد على حدوث الحمل كمان، وهيساعدك على تلقيح البويضة. فخلي بالك وانتبهي وركزي في كل شيء، عشان الامور دي مهمة جدا. ولكن في ضرر، هل سبب تأخر الحمل؟ لا خالص، ملوش اي سبب، ولكن انت بتساعدي نفسك اكتر. وكلها امور طبيعية بتحصل مع ناس كتير، مفيش اي اسباب لتأخر الحمل منها. بكده حبايبي انا خلصت الفيديو بتاع النهارده، انهيته. يا رب اكون افدتكم، اكون ضيفه خفيفه عليكم، اكون قدرت اساعدكم واساعدكم واقدم لكم المعلومات اللي انتوا بتحبوها. ما تنسونوش مصطلح دعائكم، لايك شير اشتراك في القناه مع تفعيل الجرس. اترككم في رعايه الله واترككم في حفظ الله. دمتم بالف صحه سالمين، واشوفكم على خير في فيديو قادم باذن رب العالمين. طبعا لو عندكم اي سؤال اكتبوه تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن ربنا ارد عليكم واقول لكم اجابه السؤال بتاعكم ايه. يا رب يجعل ان شاء الله ايام خير وايام بركه. احنا في اخر 10 ايام من رمضان، اغتنموا الايام اللي احنا فيها دي في الدعاء وذكر الله، عشان ربنا يحقق لكم مرادكم. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.